كل الاسرار والتركات للفول النابت، طريقة النقع الصح ليه، وكمان مدة التسوية بتاعته، اسرار الشوربة الخطيرة اللي تطلعه باحسن طعم. طبعا لو لسه اول مرة بتشوفيني، انا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لايك حلو للفيديو واعملي لي متابعة لو لسه اول مرة. ومن الفول الحصى ممكن مغلف وممكن سايب. انا جايباه فول سايب كده، بيبقى من عند العطار. بلاش نختار او نجيب الحباية السمرة، بتفرق قوي في طعمها وكمان لونها. هشيل اي فولاية الاقيها لونها غامق او مكسورة او مغيرة لون او فيها اخرام صغير، اغسله تحت الحنفية كده مرة ولا اتنين. جيب بولة كبيرة ومليتها مية، المهم ان هو يكون مغطي الفول. مقدار المية ملهوش معيار معين، ممكن لتر ونص، لتر براحتك. ده منقوع من بالليل للصبح، يعني 24 ساعة هلاقي حباية الفول نفشت وكبرت. يعني ايه 24 ساعة؟ يعني لو نقعاه من 12 بالليل، يبقى تاني يوم 12 بالليل عشان تلاقي ملامح الفولة كده اتغيرت، شربت المية وكبر. وده شكل الفول النابت بعد ما نقعته 24 ساعة. نقعته يوم كامل في المية، ان هي تشرب المية وتنفش وتكبر. ملاحظين طبعا الفرق بين قبل وبعد. الفولاية بقت طرية قوي معايا وتنفع كمان للطعمية، حاجة كده رهيبة. بعد حباية كده هتلاقيها برضو مفتحة، ده دليل على ان هي استوت وخدت وقتها قوي في المية، وده اللي احنا عايزينه. اصفي المية ديت من على الفول وهديله شطفة سريعة كده تحت الحنفية. المية اللي بنقع فيها الفول ما فيهاش اي حاجة خالص، مش بضيف ملح، مش بضيف فلفل، مش بضيف بهارات، مش اي حاجه. تحول وتغير بالطريقه دي. فيت الميه كده من على الفول، شطفته شطفه سريعه كده، ريحه البقوليات اللي هي بتبقى ظاهره وواضحه كده في نقع ايه الحاجه. اي صينيه شاي كده عاديه، او ممكن بلاستيكه صغيره او كبيره زي ما تحبي، عليها مصفى كده من الالومنيا او الاستانلس ومفتة بيض. بشتريها من عند بتاع القماش، ببقى مخصصاها للتنبيت. ممكن لو ما عندكيش القماشة دي تستخدمي فوطة عادية من بتاعة هتبليها وهتتعاملي عادي. ابل القماشة ديت تحت الحنفية كده، اخليها مبلولة جدا جدا، جو كده من الرطوبة. اول ما احط فيها الفول تزرع، مفردها على المصفى، بجيب كده جوانب القماشة وهبتدي ان انا اغطي. نبتدي ان احنا نكمر الفول ده او نغطي حرف، اتنيها من بره لجوه كده على بعضها. هغطي على الفول ده حوالي 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة بشيل من عليه القماشة كده، حروف القماشة ديت، وبديله تحريكة كده بايديا من فوق لتحت، وبرشه بشوية من المية، حوالي ربع كوباية مية. الجو اللي هو حوالين الفول يبقى رطب كده عشان يساعده ان هو ينبت. وبغطي عليه تاني حروف، بسيبه لتاني يوم. ده اول يوم في التنبيت، هنسيبه مع بعض 12 ساعة ونرجع نشوف شكل تاني للقماشة. ممكن يسهل عليكي تربطيها زي الايه، حزمة كده او الفيونكة من فوق. حابة الشكل الاولاني اللي انتي بتطبقيها فوق بعضها، تمام. حابة الشكل ده براحتك. شايفين كمية المية اللي بحطها؟ حوالي ربع كوباية، مش كتير. اديله تقليبة كده يبقى مرطب كله، وهرجع الم عليه القماشة واسيبه 12 شكل النابت. بعد تاني يوم من التنبيت، بعد ال3 ايام بقى نسوي الفول ده ونعمل احلى شوربة ناب. حباية واحدة من البصل تكون كبيرة كده. عندي كمان جزراية مقشراها ومقطعاها ارباع، ممكن التقطيع حسب رغبتك، دواير، ارباع، انصاص، زي ما تحبي. كمان 7 فصوص من الثوم، دي نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكزبرة على الكمون. الثوم بقى هرسه في هراسة الثوم او هدقه في الهون، ممكن برشة ملح صغيرة، وممكن تستغني عن الملح طالما احنا هنملح كويس الشوربة. دي احلى تشكيلة من البهارات كده، النكهات اللي هتخلي طعم الشوربة في حتة تانية خالص. حلة على النار، حاطة فيها 3/4 مية كده، وسايباها تغلي حوالي 10 دقايق. لازم انا اشوف البخار كده طالع منها. بلاش المية اللي هي بتبقى ساقعة او فترة من الحنفية، مش بتبقى حلوة. كمان عشان يسرع معاكي التسوية وما يغيبش، مية ساقعة ممكن تديله نص ساعة عبال ما يقعد يغلي ويدخل في التسوية. لما تسخني 10 دقايق المية،
اول ما تسقطي الفول مش هياخد ربع ساعة معاكي. البصلاية كده ارباع او انصاص، كمان فرمت الثوم كده وهرسته في الهون. ما اكدت عليكي لازم المية تبقى بتغلي كده. اول حاجة البصل، تاني حاجة الجزراية اللي مقطعاها ارباع صغيرة، في 7 فصوص كده من الثوم، فيهم نص معلقة من الكزبرة على الكمون ونص معلقة ملح. هسيبها بقى تغلي حوالي كده 10 دقايق لو حابة. اتأكد بس ان شوية الخضار دول بدأوا يدخلوا في ميكس كده ويغيروا لي من لون الشوربة شوية، نزل نكهته في الشوربة. دي تقليبة حلوة، هتلاقي شوية من الرغاوي كده متجمعين على وش الشوربة. احنا نشيلهم. انا حاطه الخضار يغلي غلوتين كده قبل النابت شويه، قبل الفول. لو حابه طبعا تحطي الفول في الاول معاهم كده يغلي ويستوي مفيش مشكله، بس انا حبيت اديهم غلوه في الاول عشان يدخلوا في التسويه اكتر. فده اوبشن كده واختيار معاكي، عايزه كده تمام، عايزه كده تمام. لو محتاجه ملح نزود لها، لو محتاجه شويه كمون على كزبره نظبط كده التمليحه بتاعتها. هنسيبها تغلي كده حوالي ربع ساعه تلت ساعه. طالما البصلة والجزر خدوا تسوية كده الفول مش هيغيب خالص معاكي. رايقة كده وطعمها جميل جدا سريع. هغطي عليه بغطا حلة واسيبه يغلي ويستوي. شوية رغوة كده على الوش هنشيلهم بالمعلقة عشان تبقى الشوربة رايقة وصافية. الرغاوي دي من الثوم والبصل والبهارات اللي احنا حطيناها. طبعا قشرة الفول مع الغليان بتعمل رغوة برضو، بنحب نشيلها لما تبقاش مغمقنا الشوربة. كمية الزيت هنا زي عايزة 3-4 معالق، عايزة 6 معالق. ب7 فصوص كده من الثوم هرساهم بالهون. روح كده معاكي حوالي 3 دقايق وقلبيها من وقت للتاني. عايزة لونها جولد ذهبي فاتح، غامقة سنة كمان، وننزل على الفول. قوام وريحة وطعم ولون مفيش بعد كده. هو دلوقتي استوى جدا وانا قفلت عليه حوالي تلت ساعة. ونقلب بقى تقليبة حلوة كده من فوق لتحت. شوية فول نابت جمال جدا، تقليبة واحدة بس. وفي الوقت ده انا قافلة النار، مش هتشغلي النار عليه تاني. والخضار كده مطلع العصارة الجميلة بتاعته، والطومة طبعا اللي احنا عملناها وديتها في حتة تانية خالص بكل التركات والأسرار اللي خلتها أحلى شوربة. الرز الأبيض والرز بالشعرية، بدنجان مخلل كده وطبق سلطة قوي.